لا حول ولا قوة إلا بالله. البجاحة ليها ناسها وليها عنوانها، البجاحة ليها ناسها وليها عنوانها، أقسم بالله. مش هتلاقي بجاحة ولا سماجة ولا غل ولا حقد ولا سواد ولا كراهية زي الجمهور ده، أقسم بالله. عندهم بجاحة ما معرفش بيجيبوها منين، بيستوردوها منين. جلدهم بقى تخين، والله العظيم جلدكم بقى تخين. حتى مع المنتخب، يعني المنتخب بيلعب، منتخب بلدك اللي هو ما فيش حاجه اسمها الوان، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك واسماعيلي ومحله واتحاد والكلام ده. في حاجه اسمها منتخب بلدي بيلعب، اللي الدوري العام كله معمول اصلا عشان خاطر القوام بتاع المنتخب. سايبين المنتخب وسايبين الدنيا كلها ونازلين تريقه على الشناوي وعلى محمد هاني عشان اتطرد، وعلى زيزو وعلى تريزيجيه. ما انت اللعيبه دي يا ابني، اللعيبه دي اللي بتلعب ده هم دول القوام بتاع المنتخب بتاعك. ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. برضه نازلين مفيش الغل والحقد اللي في قلوبكم من ناحيه الاهلي. شوف عاميكوا حتى عن تشجيع بلدكم واللي انتوا تقفوا مع بلدكم. والنهارده جاي بيتحفل عليا عشان خرجت من مصريه واتصالات اللي بلعب بالصف الثاني بتاعي. عمر كمال ما لمسهاش. انت مصدق نفسك؟ بس انت مصدق نفسك يالا؟ مصدق نفسك ومصدق بالتحفيل اللي انت بتقوله ده؟ عمر كمال ما لمسهاش بقاله سنه، العش ما لمسهاش بقاله سنه، اشرف داري كل ما ينزل ماتش يتصاب، شريف متصاب راجع من الاصابه، جريدي شار راجع من الاصابه، الشحات راجع من الاصابه. عمر كمال عبد الواحد بقاله سنه ما لمسهاش. سيحه الحارس الثالث بتاعي، ولو 4 ناشئين بلعب بيهم وببدل عليهم. انت بقى كنت بتلعب في كاس العاصمه تمام بالصف الاول بتاعك ببيزيرا اللي هو بالدوري العام كله زي ما انت ما بتقول، وكايد ومش عارف مين ومين ومين، وفي الاخر برضه اتغلبت. واتغلبت من فرقه يعني سموحه. ده سموحه قسما بالله كان عامل وشك جزامه، كان هيكسبك على الاقل 6-7، بس الرعونه بتاعت المهاجمين بتاعتها والله العظيم كنت خسرت بفضيحه. فخليك في مشاكلك، خليك في وقف القيد بتاعك ال9 ايقاف قيد، خليك في الارض اللي اتسحبت منك، خليك في مجلس ادارتك الفاشل، خليك في اللعيبه اللي بتهرب منك، خليك في الضرايب روح ادفعها، خليك في الميه روح ادفعها، روح ادفع الكهرباء اللي عليك. سبت حليت مشاكلك كلها وجاي تحفل على الاهلي كتك النيله. وسيبك من لعيبه المنتخب شويه، اتعلم الوطنيه، او اتعلم اللي انت تبقى انت بتقول على نفسك نادي الوطنيه والكرامه. حتى اتعلم كده اللي فيه منتخب بلدك بيلعب، ما تتريقش على اللعيبه، وافصل ما بين الانتماء. طلع الغل والحقد اللي جواك ده شويه من ناحيه الاهلي عشان تعرف تشجع منتخب بلدك. ومالكش دعوه بالاهلي، احنا بنعرف نحل مشاكلنا. كده كده اللعيبه دي كلها هتتفور. الدور والباقي عليك انت بس، وهنتفرج عليك بكره في الكاس مع بلديه المحله نشوف هتعمل ايه. خليك في حالك، خليك في حالك بالله عليك. انت اصلا فوقيك مش عارف ايه وتحتيك ايه وعمال تقول لي اف. ارحمنا بقى يا عم بالله عليك، ابعتها له بقى عشان ايه معموله له. سلام.